حياكم الله بزوارتنا. حاب اليوم أتكلم لكم عن واحد من الأمراض الشائعة وهي الماء الأبيض اللي إحنا نسميها الكاتاراكت. طبعا فيها نوعين، في النوع الوراثي اللي يكون عند الأطفال، وفي النوع اللي يصيب الكبار مع تقدم العمر. راح نتكلم عن النوع الوراثي، إنه من الولادة يكون موجود. شلون نقدر نفحصه؟ نقدر ننصح أولياء الأمور إنه يبون أطفالهم على الأقل فحص دوري مرة بعد الولادة، بعد 6 أشهر لمدة سنة نبدأ نكتشف. بعض أولياء الأمور يبدون ينتبهون عليه خلال التصوير، إنه يلاقون ردة فعل ريفلكس أبيض بالعين، واحدة من العينتين بالتصوير. طبعا في وايد مسببات، بس واحدة منهم إن تكون فيها ماء أبيض، وحلولها بسيطة، تكون حلولها جراحية. نشيل العدسة الطبيعية اللي موجودة بالعين ونحط بدالها العدسة الصناعية. أما بالنسبة حق كبار السن يبدي عندهم الملاحظة أن النظر مالهم يبدي ينزل بشكل تدريجي، يحسون بضبابية بالرؤية، الصورة ما تكون واضحة. الله سبحانه وتعالى خلق العدسة تكون شفافة فتخلي الصورة وايد واضحة. أنا دائما أشبه العدسة الطبيعية مالت عين الإنسان بعدسة الكاميرا، لما يكون عليها مشوبات أو تلوثات أو تجمع سوائل، ضبابية الصورة تصير مو واضحة. الإجراء البسيط إحنا نقوم فحص العين، نتأكد أن ضغط العين سليم، إن ما في مشاكل بالشبكية، إن القرنية تكون صافية. بعدين لما نتأكد من التشخيص إنه هو عبارة عن ماء أبيض، العملية بسيطة جدا، تنجري خلال من 20 إلى 30 دقيقة تحت البنج الموضعي. نقوم باستبدال العدسة الطبيعية بعدسة صناعية. العدسة الصناعية فيها أنواع مختلفة، فيها أنواع اللي تغنيك عن نظارة البعد والقرب، وفي أنواع الثانية الكلاسيكية اللي هي بس تغنيك عن البعد، يمكن تحتاج بعد العملية النظارات بس حق القرب.